السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما شاء الله، الله اكبر. هنعمل ان شاء الله النهاردة احلى صينية فراخ هتقدميها لضيوفك وهتنفع في العزومات. حاجة كده من الاخر. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا نشوف الجمال والحلاوة دي اتعملت ازاي. اول حاجة ان شاء الله معانا الفرخة، اي حجم فراخ عندك هتقطعيها القطع اللي انت عايزاها بالطريقة دي. ما شاء الله كانت قطعت معايا قطع كتير علشان حجم الفرخة معايا كان كبير. هقطعها بالطريقة دي وارجع لكم تاني. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد من أكلك أحلى مع ولاء. بطريقة سهلة وبسيطة، وهتقطعي القطع اللي فيها الزفارة علشان ما تعملش معاكي. دي قطع الفراخ طبعا غسلينها ونقعناها في المحلول الملحي، وهو عبارة عن ملح وسكر وعصرة ليمونتين ودي ذرة ما شاء الله، وتغسليها كويس. البهارات بتاعتنا او التتبيلة بتاعتنا عبارة عن بصلة كبيرة وطماطمية كبيرة وفلفل سبايسي، وهتفرميهم في الكبة كده. ومعاهم البهارات بتاعتنا بهارات فراخ وملح وفلفل اسمر بس اللي بعمله في ده، ما بحطش اي حاجة تاني. دلوقتي بقى حطيتها في الصينية كده وتبلتها بالطريقة دي، وجبت شوية من التتبيلة حطيتها على الوش كده. ما شاء الله ريحتها كانت جميلة جدا. شوية فلفل اسمر على الوش وشوية شطة صغيرين او بابريكا. وطريقة التسوية بتاعتها ممكن تحطيها في فرن البوتاجاز وممكن على العين البوتاجاز من فوق هتسويها، وبعد كده تحمريها على الشواية. انا هسويها على عين البوتاجاز كده، وهحط مقدار كوبايتين 2 من المية عليها. شوفوا ما شاء الله ريحتها جميلة جدا قبل ما تستوي. واحنا بنطبخ كده نذكر ربنا ونقول الذكر، اي ذكر انتي حباه اقعدي قولي فيه. وما شاء الله ما شاء الله، شوفوا الجمال والحلاوة. حاجة كده من الاخر. زي ما قلت لكم مقدار كوبايتين 2 مية عشان الفراخ بتاعتنا تستوي معانا، وفي سرعة الصاروخ كده هتكوني مسوية احلى صينية فراخ. طبعا والملح بتاعك حسب الرغبة. شوفوا ما شاء الله بعد ما استوت معايا هدخلها بقى تاخد وش. ما شاء الله ممكن تحطي فحماية كده تسخنيها وتعمليها، ولو انتي يبقى معاكي احلى فراخ مشوية وشوية خضرة كده اكسري اللون بتاعها. حاجة كده من الاخر. شوفوا الجمال. حطيتي اللايك، حطي اللايك وشيري لكل اصحابك وحبايبك، ووصلوا الفيديو عشان انزل لكم كل يوم فيديو كده ان شاء الله. تشجيعكم بيهمني. شوفوا ما شاء الله. وده كان فيديو النهارده يا حبايبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متابعين. ما تنسيش اللايك والاشتراك لكل حبايبك. سلام.